أهم الأخبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. رقص شيرين عبد الوهاب في لبنان أثار جمهور السوشيال ميديا بعد أن ظهرت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في الفيديو وهي ترقص بشكل هستيري على نغمات أغنيتها يا ليل في أحد الملاهي ببيروت، حيث وضح عليها عدم الاتزان. على جانب آخر تعرضت شيرين عبد الوهاب لانتقادات لإذاعة من الجمهور على حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام فور ترويجها لأحداث حفلتها في الكويت المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل. جاءت تعليقات الجمهور على منشور شيرين عبد الوهاب كالتالي: انت بعتي جمهورك مش هنيجي الحفل غني لحسام، اعتذري لجمهورك اللي خذلتيه، وغيرها من التعليقات السلبية حول حفلها الأول بعد أزمتها الأخيرة.